تمام. طيب يعني عشان نتجاوز الجزئيه دي، حضرتك لما دخلت النادي الاسماعيلي كان الخزنه فيها فلوس ولا لا؟ كان فيها تحديدا بالظبط 10 مليون ونص، وكان في 4 مليون جنيه عند نادي الزمالك بيدوها لنا يعني على 4 اقساط يعني. طيب يعني في النقد الاخر، واسمح لي، وده بيان طالع من مجلس اداره النادي الاسماعيلي اللي بعد حضرتك تحديدا وبعلاقات شخصيه، وهو اجمالي مديونيات النادي الاسماعيلي لحظه استقالتك 45 مليون وكسور. بص اقول لك انت مستلم النادي حضرتك، انا حافظ كل رقم في البتاع ده بس عشان اريحك يعني الميزانيه او لا غلط. ما هو ده البيان طالع، ما هو غير صحيح. ما انت حضرتك ما قريتوش، انت خدت رقم. لا انا قريت ده اهو، ده مفرغ بالكامل. طب هات لي بس هطلع لك رقم واحد بس بجميع بيانات الدنيا، هطلع لك بيان واحد فيه بجميع. واخد بالك انت، هخليك تضحك عليه يعني. واخد بالك يعني. طب اتفضل حضرتك بتقول لي انا عارف كل رقم فيه، ممكن اولا الارقام دي لما جه المهندس يحيى الكومي قال لهم هاتوا لي مستحقات النادي، المستحقات مش المديونات. نعم. اللي مطلوبه من النادي الاسماعيلي دلوقتي وكده. الناس طلعت له كل ما يمكن ان يطلع من النادي الاسماعيلي، بحيث متصوروا ان يحيى الكومي هيغرف ويحط بقى في النادي. تمام. فطلعوا له هذا الرقم. بس الدكتور رأفت عبد العظيم ومجلس الدكتور رأفت، ما هو كله مشي بقى. خليك معايا بقى لحظه بس. كله مشي على ده، كله مشي على ده على اساس انه جاي بطل وجاي يدفع الفلوس دي. نعم. هات لي رقم فيها الدفع لو هي صحيحه يعني. واخد بالك البيان اللي عندك ده في جزء منه مستحقات لاعبين. ده كبير، جزء كبير. بتتكلم في اجمالي مستحقات اللاعبين حوالي 15 مليون وكسور. دي ما هياش مديونيه. لان انا لما مشيت من النادي الاسماعيلي مشيت في نهايه الموسم. المفترض مجرد ما الموسم يخلص كنت انا بدبر اموري على اساس ان انا ادي القسط الاخير للعيبه اللي هو ده. واخد بالك انا مشيت قبل ما اعمل الكلام دوت، لان الدوري خلص ورحت ماشي قدمت استقالتي. لكن لو انا موجود كانت هتدفع. هتدفعهم منين يا باشمهندس؟ زي ما دفعت السنه اللي فاتت. اوكي بس انت بل لحظه بس زي السنه اللي فاتت وكان عندي فلوس، واللي قبل منها كان عندي فلوس. يعني هتبيع لعيبه؟ بس خليك معايا، انا هقول لك انا كنت هعمل ايه. بس خلينا نتكلم بس في الورقه ديت. تمام. عشان الورقه دي انا ضايقتني يوميها بس ما كانش ينفع ارد في وقتها. لا اتفضل، ده حقك. واخد بالك؟ حقك. فمستحقات اللعيبه ما هياش مديونيه. المديونيه اللي ثابته في الميزانيه اللي اتعملت يوم 30/6، انا ماشي 21/7 يعني بعد الميزانيه 21/7. فيا ريت كنت تجيب لي الميزانيه. المديونيه اللي موجوده في الميزانيه 32 مليون جنيه. 32 مليون 32 مليون جنيه. واخد بال حضرتك؟ تمام. بيانهم بقى انا مستلم النادي وعليه 28 مليون ورقيا برضه، لان الفلوس دي مش مطلوب منها تدفع كلها. تمام. ما بين ضرايب وكهرباء. لا اكملها. لا ده انا هقول لك ايه هي. انا سبته ووصل للرقم دوت. الرقم ده زاد ازاي؟ في الفتره ديت ال3 مليون او ال4 مليون الزياده دول. نعم. الفلوس اللي انا خدتها من المحافظه دعم اتكتبت علينا قرض. اللي هو القرض الحسن اللي انت لازم تسدده ده. ما بيسددش. تمام. لان اللي قبل مني واخده برضه وما سددش. تمام. ما هو ال 32 من دول منهم 7 مليون للمحافظه. المحافظه اسماعيليه مش هيدفعوا. واخد بالك؟ ففي 3 مليون في الفتره اللي انا كنت موجود فيها خدتهم من المحافظه. وفي 1,300,000 من ضمن اللي دفعهم الحاج حماد، يعني تبرع بحوالي 9 مليون ودفع 1,300,000 قرض. تمام. فكتبت في المديونيه، يعني مكانه الطبيعي انه يتحط لما كتب ايه؟ صحيح. موجود اسم الحاج حماد موسى في المديونيه. في المديونيه. فاصل اقول لك ان انا ما استلمت النادي وسبته، ما سبتش عليه جنيه زياده. واخد بالك؟ يعني انت تقصد مستلمه بمديونيه معينه وسلمتها تقريبا بنفس المديونيه. وان كان بقى في مديونات ظهرت لم تكن الدفاتر يعني موجوده في الدفاتر انا دفعتها. زي السيد معوض كان ليه 270,000 دولار ما كانش موجود في الدفاتر. ده بقرار من اتحاد الكره لما جيت ودفعته. المهندس نبيل بوشي كان ليه 200,000 دولار دفعتهم. شركه اتحاد الكره كان ليه 490,000 جنيه. اتحاد الكره اللي ليه؟ ليه 490,000 جنيه عندنا. واخد بالك؟ كان المهندس يحيى الكومي علاقته كويسه بيهم، فكان بياخد يعني تحت الحساب فلوس كتيره يعني. فانا لما جيت كل ده اتخصم مني. احنا دلوقتي داينين اتحاد الكوره يعني بعد ما كنا مديونين بالظبط كان الرقم 497,000 جنيه لما انا جيت. تمام. ده برضو ما كانش موجود في السجلات، لان قبل ما انا اجي ما كانش حد بيتابع مع اتحاد الكوره، ما كانش فيه يعني حساب بيننا وبين اتحاد الكوره. اللي بيجي يشتكي اللي بيجي بياخدوه خلاص، ده ايه مش مهم. واخد حضرتك؟ فانا سبت النادي زي ما انا اخدته. في 7 مليون للمحافظه من المديونيه دي مش هتدفع. في 1,300,000 الحاج حماد انا ما افتكرش انه هيطلبهم. في 1,000,000 للمقاولين العرب من الثمانينات مش هيدفعوا. واخد بالك؟ في فلوس ناس ماتت كتير مش يعني هي مديونات ساقطه بس ما اتخذش اجراء
دفتري انها تنزل، وانا ممكن تمام. اجيبهم لك بالاسم من عندك. تخيل في الورقه اللي قدامك دي واحنا موجودين كان في بعض الموظفين بيحتاجوا سلفيات. نعم. فاللي قدم لنا سلفه كنا بنكتب ايه؟ لا مانع. فعلا موجود. لحظه بس. لا مانع. لا مانع. تمام. لحين توفر سيوله. يعني واحد عايز مني سلفه مكتوب عليها مديونيه هنا 60,000 جنيه. جمعوا المديونات من ضمن السلفه لشراء كمبيوتر للشؤون ايوه هم عايزين كمبيوتر. فراحوا كاتبينه من ضمن المديونيه. وفي سلف عاملين طبقا لقرار مجلس الاداره 60,000 56,000. تمام. واخد بالك؟ يعني دي فلوس انا تمام. قلت ان انا عايز ادفعها. فالناس راحوا كاتبينها على انها مديونيه على اساس ان هي الحكومي هيجيب الفلوس، فكل واحد عايز 2000 جنيه سلفه يدوها له ويروحوا يجيبوا الكمبيوتر. يبقى اذا الورق اللي في ايدي صح. الورق اللي في ايدي صح، بس انت حضرتك بتقول ان انت استلمت مديونيه اكمل لك بقى لحظه بشكل معين وسلمتها بشكل معين. لحظه بقى. المديونيه اللي ثابته على النادي والمفروض انها تدفع نعم 3 حاجات 3 جهات بس عشان تبقى الامور واضحه. ويضاف عليها حاجه رابعه اقول لك عليها. اتفضل. الضرايب. تمام. وفي مشاكل كتير دلوقتي واخد بالك. وكانت 16 مليون و800. تمام. واخد بالك. ما اعرفش موجوده عندك ما موجوده بس انا بقى بشوف عشان يعني القصه الضرايب يعني انا كان احد ضيوفي في حلقه من الحلقات بالتحديد كابتن علي غيط، كنا بنناقش الميزانيه دي مع بعض في. ما دي مش ميزانيه او يعني المديونيات، انا اقصد المديونيات ولا دي مديونيات. فكان بيقول ايه ده ما فيش حد في مصر ملوش ديون عند الناس. لا اصله لما واحد يدير بيت غير لما يدير مؤسسه. بمعنى ما اعرفش بقى يعني تفسرها. يعني لما واحد يدير بيت غير لما بيدير مؤسسه بتتعامل مع 1000 جهه. واخد بالك انت؟ تمام. يعني انا اللي انا عايز اقوله ما هو ده بقى المشكله، ان واحد يخش زي ما طلع واحد قال لك الله ده في 45 مليون جنيه على نادي اسماعيلي مش عارف كانوا بياكلوا فيهم فول والطعميه. قالها كده. تخيل ده اسماعيلاوي بيطلع يتكلم في هذا في الاعلام بيقول كده ونقول ان شكلنا وحش. بس مصلحه الضرايب انا بجمع في الارقام اهو 16 مليون و345 الف. انا قلت لك 16 و800 16 و300. واخد بالك. وعندك الكهرباء والتامينات الاجتماعيه. دول ال3 جهات تمام اللي المديونات بتاعتهم المفروض انها واجبه للسداد. واخد بالك انت. الامر الثاني بقى واخد بالك ان جميع الموردين اللي مع النادي في حاجات على الفنادق والموردين وانا هكمل ولحمه وحاجات غريبه كده. ما ده طبيعي. ده طبيعي. انا ما ببعتش. هو انا مثلا عندي واحده ست في البيت بعدها تروح تشتري خضار كل يوم وتدفع فلوس وتيجي. تمام. ده راجل بيورد لي وبياخد حسابه كل 45 يوم. لو عملت حسابه في اي وقت هتلاقي ليه فلوس في اي وقت. عملت لانه حتى لما بيجي ياخد الفلوس دي حركه رايحه جايه. ده انت عندك فندق شغال. واخد بالك. ما انا قلت لك ده الفرق بين واحد بيدير بيت واحد بيدير مؤسسه. مش فاهم يعني ايه مؤسسه. واخد بالك. فيقعد بقى يتكلم وكانه يعني كشف حاجه غريبه يعني. انت الراجل بيجيب لك الحاجه كل 45 يوم بيجيب الفواتير بتاعته وبياخد الشيك بتاعه. واخد بال حضرتك. بياخد الشيك بتاعه وهو جاي فواتير جديده. فهو بياخد دي بتتحط الجديد. فالدناها دي موجوده على طول. الا اذا عملت نظام تاني بقى زي البيوت كل يوم الصبح تبعت الناس يشتروا لك خضار من السوق والكلام ده حتى غير قانوني. خد بالك لانك لازم تعمل مناقصه وترسى على واحد ويشتغل بالطريقه اللي انا بقول لك عليها دي. فانت بقى بتاع العيش في مناقصه عشان وبتاع الخضار بتاع اللحمه بتاع السمك وبتاع البقاله الزيت والحاجات دي كلها. واخد بالك انت. فتلاقي نفسك بتتعامل مع 7 بيوردوا مثلا للفندق. ال7 دول حسابهم جاري مستمر مع النادي. واخد بالك انت. بياخد ويجيب وياخد ويجيب وياخد ويجيب. لما واحد يشوف يقول لك ليه الفلوس دي؟ لان دي مناقصه وانا ما اقدرش اديله فلوس غير بالطريقه ديت. انا سعيد جدا ليه بقى؟ لان حضرتك حقك ترد على كل الحاجات. مش حقي. ما هو لما واحد لانك انت وضحتها بشكل يعني مختلف. يعني بص لما واحد يتعامل مع الورقه دي وينخض ساعه ما يشوفها كده تفهم انه ده لا يصلح